السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نسمعوا لي التقرميشة ديال السفنج ونهضروا ونوري لكم المقادير. ما مش تجاهم كلشي مليح، صحن ومليح. نهارك غير الفيديو دايز السفنج. جن لا روسيت منكم وينيخ صراحة سبحان الله تصطص مني خد جربت مرة ثاني كان مبتدئين عادو كين وعادو غاص نشيك السفنج هذا كنت السفنج. اولا عندنا ويشين قدوح واحد الوعاء نديرو فيه معلقة ديال الخميرة ديال الخبز يجي ندغنجش الخميرة النغروم ديجي ندغنجش طمزيان السكر طف طمزيان شي حاجة ماشي بزاف. واحد المعلقة ديال السكر. غادي نديرو العبار ديال هاد الكاس اللي ما عندهش هاد الكاس اي عبار ديال شي كاس بغيتوه. انا عبرت بهاد الكاس نعبر جوج ديال الكيسان ديال الماء. هذاك 2 كيسان ومان نزكيناه حيت الزوخ هذاك خرج المقادير مزيان. بغيت ندير واحد المقدار صغير ديال السفنج. غادي ندير جوج ديال الكيسان ديال الماء وجوج ديال الكيسان ديال لافارين. هذاك 2 كيسان ومات 2 كيسان نوارن باش هاد الخلط خمريني مرة واحدة الفوين مشي سقام. ادي حارك مليح شي حاجة باش الجخ ادي خمار شي حاجة امان. قمثن اتف وحمينشا بزاف شي حاجة. الماء ما ديروش سخون بزاف ولا بارد. نورمال بحال كتعجنوا العجينة الخبز. انا خلطت كل شيء. السر النجاح ديال السفنج خاص تبان لكم هذوك الفقاعات للفوق. المهم السر السفنجة خاصها تبان انت الفقاعات اللي هامين شنجين كلشي روكنش هذوك مرغشه العجينينو ما انما تجي خطات تحيج 10 دقائق ماكسيمو 10 دقائق. غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. على ما نجمع بحال الا جمعت هكا ورجع عندها. خليتها 10 دقائق رجعت عندها لقيتها واجده ليا كما بغيتها. غادي نزيد عليها لافارين. على حسب غادي نوري لكم بشحال قداتني. وخاص يكون العجينه اللي ملي تكون خمره خاص تكون هكا. مي غتخمر العجينه ني خاصها تيري غاميه. الطريقه هي ثقماني تمو باش اخت تصبح انت السفنج ودق مشر مرحسوم زواروت ما نشقي خطي طمي ودق ادعني خان يدقي خاد. ما ديروش الملحه في الاول خليوها حتى الاخر عاد ديروها. زدت هنا واحد الكاس ديال لافارين ديال الدقيق. يعني دابا 3 ديال الكيسان من الاول حتى لدابا درت 3 د الكيسان ديال الدقيق. روح هكا خدا يجري الكاس نغني نوارن صراحه. العجينه سوفوس والجبوس الفوي وراس الماكينه وراس شي حاجه ما خصها تقدر حاجه فوس صراحه. المهم سمح ما يخ فيديويا حيتاش فريمون كيخدس بزاف الاخطاء. ماشي اخطاء دي كينات ولكن الى يجي العبايات مزيان طقوطات بزاف راه تبان ليا بزاف يفسن نشو خيس خشيه مني. سمحوا لي بزاف درت بزاف الاخطاء في هذا الفيديو ماشي اخطاء ديال العجينه وانما الاخطاء ديال كنت لابسه القصير ويديا كانوا كيبانوا كاملين. نسمحوا لي بزاف الا شفتوا شي حاجه غير غمضوا عينيكم الله يرحم والدين. المهم خليونا في العجينه. المهم خدمتها ماشي ما خدمتش بزاف كما كتخدم العجينه بزاف انا خدمتها شي حاجه. ما كترتش الماء هذوك جوج الكيسان اللي درت وصافي. هذا الكاس الرابع ولكن الكاس الرابع ما غاديش نديرو كامل. غادي نديرو شويه شويه غادي يشيط ليا. درت زدت هنايا نص ديال الكاس ديال الفرينه كي خدا ايزن الكاس فرينه نوارن حيت شوك مرغشه يا بعن كيسان. عاد زي ايش تزيس.
المهم خلاط خامين وخدي ماخشى بزاف حيتاش ما قطعتش الفيديو كامل، خليته ما مونطيتوش ما زعما ما حيدت منه حتى لقطة، خليته هكاك باش تشوفوا العجينة كيفاش كتجي. المهم مزيان كتجمعيه كتحسيه مازال لاصق في يديك، ملي غادي تخليه غتساليه غتكون مازال في يديك لاصق كما كتشوفوا. انا راه ما قطعت منه والو باش تشوفوه كامل. وتسقسخ والو باش تورنت سكورشي حيتاش بزاف ديال الودان وسندي تفرشا السفنج نيشان. تعجبها نتا تزاد كلشي اللقطات. المهم نشجيغ عاد رزقك في السن اقل عجينه مقدس اموت كاع دكينات ويعني ماشي تقسح زير كيسان يابعني الكيسان يشطي زيس ثلثين قانشين ركاس. المهم نروح نكمل العجينه نقص السلوفان اقا خما ماشي بزاف دغيا تقعد مادام سوم زوار خما يعني وتقطاشا بزاف دغيا تسمم دغيا تكمر. العجينه ديالنا دغيا كتوجد معانا ماشي بزاف ما كتكثرش بزاف. انا جبت هنا الزيت وواحد الطاوه درت فيه بابي سلوفان سوري بابي بابي كويسون. درت فيه العجينه ديالي باش تخمر شي حاجه باش من نهز وحده وحده هكا باش نحطها في المقله ويغد يرشي غد النفران كي خدا قسمخ العجينه نين سفنج كي خدا دي كينا دي سو دي الطواني باش كسخشتني شتن غير مقرا المقران تق 2 مقرات يشتن تقديس الزيت شي حاجه يشتن تقديس الزيت بزاف باش وني السر النجاح ني مقرا نعاود ينادي السفنج. التوارمه كي ديال العجينه مشي يطفغ خصها مروده شال فقاعاتني ومطفغش مشي تغسل شم اصلا يخصص فقاعات نادرين. دابا راه كنشرح بالعربيه وبالريفيه خاص ضروري حيتاش عندي هنا الناس كيهضروا العربيه ما كيفهموش الريفيه وعندي الناس اللي ما كيعرفوش العربيه وكيعرفوا الريفيه يعني خصني نرضي هكا ونرضي هكا. ما كاينين لا فامي ديالي روافا وكاينين لا فامي ديالي الثانيه عربيه. وشكرا لكم بزاف الصراحه التشجيعات ديالكم عندي كتساوي الدنيا. هنا درت واحد المقله درت شوف شحال درت فيه الزيت غير شي حاجه والمقله اخرى درت فيها الزيت بزاف باش تطلع دغيا. المهم حيدت واحد الفيديو حيت عصبني وحيدتو سمحوا لي اللي كنت كنحط فيه السفنج. درت وحده اخرى السفنج شوفوا كتجي الزيت ضروري تكون طيبه الا ما طيباش الزيت ما كاين والو خاص الزيت تكون هكا كدير الفقاعات. الزيت اللي درت تحطوها في المقله وترجعوها للزيت اللي فيها بزاف. وها هو الشكل النهائي ديال السفنج ديالنا الصراحه كيجي غزال بزاف. وشوفوا شوفوا على التنفيخات شوفوا على اللون شوفوا الصراحه الا جربتوه راه ما غاديش تندموا. وحطيت لكم هذاك الكاس شكون اللي عاقل على هذاك الكاس يخليه ليا في كومونتير. داك الكاس قديم صغير كيوت الكاس النداء قديم وخاص يعقرن واللي خاص يعقرن هذيك دي كومونتير. المهم السفنج ما كيحلى غير بالكاس ديال اتاي الصراحه واتاي بالنعناع ولا بالشيبه. انا درت اتاي بالنعناع الصراحه كيعجبني اتاي بالنعناع. وخليو لي في كومونتير شكون اللي عاقل على هذاك الكاس شكون اللي عنده مازال هذاك الكاس داك الكاس كيوت صغيور ما شاء الله. كتجي فيه الدكه ديال اتاي خطار خليو لي في كومونتير. ايوا ها هو السفنج ديالنا ما شاء الله اللهم بارك. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في كومونتير ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى لي لايكات ديالكم ولي كومونتيرات ديالكم
اللي بغى يدير لينا شي كومونتير زوين مرحبا به، اللي بغى يتابونا معنا مرحبا بيك، واللي جا جديد مرحبا به، واللي ما بغاش يجي بغى غير يتفرج مرحبا.